أهلا وسهلا بكم حبوباتي. اليوم حبيت نقدم لكم البتنجال بطريقة جديدة ومن غير قلي في الفرن، يعني بطريقة صحية. طبعا احنا يعني معتادين على قلي البتنجال، فطبعا في الكثير ما يقول ان هي طريقة مش صحية، فانا حنديرها لكم بطريقة صحية وبمكونات جديدة وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبدأ نحب ندعوكم عن الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس وضغط لايك حتى يصلكم كل جديد. إن شاء الله بيكم ومعاكم تكبر قناتنا ونساندوا بعضنا البعض. المكونات اللي هو 2 بتنجال، وحطيتهم في مية فيها ملح لمدة نص ساعة باش تنحى منهم المرارة الموجودة فيهم. واللي هو طن، اللي هو حطيت طن المتواجد عندكم، حطيت علبة، واللي هي زيتون وجبنة موزاريلا، أي نوع من الجبنة، جبنة موزاريلا، والبهارات كل من ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر والملح والبهارات المشكلة والكركم والزعتر اللي هو للتزيين، اللي هو فلفل أخضر وجزر وفلفل الأحمر أو فلفل الأخضر. هذا دبلته شوية باش ما يبداش يعني يابس في الأكل. توا حنخلطوا نديروا الخلطة اللي ندهنوا بها البتنجال، اللي هو زيت، اللي تلت كاسة من زيت الزيتون. هنخلط عليها البهارات اللي قلت لكم عليها، اللي هو الفلفل الأحمر والبهارات المشكلة والكركم والزعتر والملح، هنصبهم فيها كلهم. وانتوا البهارات المتواجدة عندكم تقدروا تديروها أي نكهة، بهارات اللي تفضلوها تقدروا تنكهها بها يعني عادي. هنخلطهم باهي كويس باش يختلطوا مع بعض بهذا الشكل. هنحط البتنجال بعد ما نكون خلاص جففته شوية بورق المطبخ، جفه شوية عادي. هنوزع كلها، يعني هي طبخة يعني سهلة وسريعة وتعجب الصغار. طبعا إن الصغار نعرفوهم ما يحبوش البتنجال والجزر، فنحاول ندخلوه لهم لأن احنا نعرفوا ليها قيمة غذائية عالية، فنحاول ندخلوها له بالطرق اللي يحبوها. ندخل لهم فيها الطن أو يعني اللحمة أو الحاجات الجبنة، الحاجات اللي نعرفوهم يحبوها ندخلوا لهم معاهم الخضروات اللي فيها قيمة غذائية عالية. حندهنهم كلهم وحندهنهم على الوجهين، من هذا الوجه وعلى من تالي يعني. بعد ما دهنتهم كلهم بالوجهين هنحطهم، وهذا هو الفضل عندنا من الخليط. هنحطهم على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ونرجع لكم. تو الخلطة مع بعضنا نديرها. الخلطة المتواجدة عندكم عادي متوفرة، يعني طن ولا لحمة ولا دجاج عادي. أنا حبيت نديرها طن سهلة وسريعة ويحبها الصغار، فهذا الطن حطيت عليه شوية ملعقة صغيرة من الهريسة، وحنحط فيها مجموعة من الزيتون. وانتوا الخلطة المتواجدة عندكم ما تتقيدوش بالخلطة هذه، الخلطة المتواجدة عندكم. هذا الفلفل اللي درتها فلفل عادي، فانتوا تقدروا تديروا حار ولا عادي تبلته شوية باش ما يبداش يعني يابس في الأكل، يعني يبدأ طري ما يديرش. هنخلطهم مع بعض كويس بهذا الشكل. تو بعد ما طلعناه من الفرن شوفوا اللون اللي تحصل عليها، وطبعا قلبناها ورقبناها في الفرن، لازم نقلبها على الوجهين. بعدين تو النحشي نديرها عبارة عن 3 طبقات. الطبقة الأولى درت فيها اللي هو الطن، وانتوا حسب الخلطة اللي انتوا تفضلوها. جربتها صراحة بالطن وعجبتني وعجبت صغاري، فأنا حاولت فاعتمدتها وحاولت وقلت خلينا نشاركها معاكم باش الكل يستفيد اللي عنده صغار صغيرين. هنحط طبقة تانية من الطن والزيتون، وحنحط بعد ما نحط عليها نتبت شوية الطن، وهو أصلا حيتبت أكثر بالجبنة لأن الجبنة حتلصق عليه وحيتبت. هنحط الطبقة الثالثة نفس الطريقة، نحط الزيتون، هو مش تابت شوية عادي، تو بالجبنة حيتبت.
وحنحط الجبنة بهذا الشكل، حنكملهم ان شاء الله كلهم بهذا الشكل. نحط عليها نزينها بالفلفل حسب المتواجد عندكم، فلفل او فلفل احمر او فلفل الوان، درتها بالزيتون والفلفل بهذا الشكل. تو رجعت لكم بعد ما كملت صوص، حندير معاكم الاخيرة بهذا الشكل نفس الطريقة حتى هي هيك. نحط عليها الجبنة، نحط عليها عادي ما تتقيدوش بالموزاريلا، اي نوعية جبنة عندكم عادي تعرفان ان هي يعني تلصق وتثبت عادي تقدر تديرها، شيدر او موزاريلا المتواجد عندكم. نحط طبقة الجبنة بهذا الشكل، وحنحط الطبقة الأخيرة نحط عليها التن، وحنحط عليها بعد ما نحط عليها التن حنحط عليها الجبنة. تو بعد ما درناها هيك هنحطها في الفرن بهذا الشكل. بعد ما درناها هنحط عليها الفلفل آخر شي، هنحط عليها الفلفل، والجزر نحطوه آخر شي لأن الجزر طبعا يتأثر بالحرارة حتى يتغير لونه. احنا ماذا بينا ناخدوه هيك بقيمته الغذائية العالية. حطاها توا 5 دقايق تسيح وخلاص. وتوا وهذه هي وصفتنا لليوم، وإن شاء الله تكون الطبخة متاعنا نالت إعجابكم. ولو عجبتكم الطبخة وعجبكم محتوى قناتنا بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك حتى يصلكم كل جديد. إن شاء الله بيكم ومعاكم تكبر قناتنا ونساندوا بعضنا البعض.